وفي مقال آخر كتبت النهار تقول أن الأحزاب السياسية المعتمدة من طرف الحكومة ستستفيد من إعانة مالية معتبرة تكتتب في ميزانية الدولة وتحسب وفقا للمقاعد المتحصل عليها في المجلس الشعبي ومجلس الأمة، وهو الإجراء الذي نص عليه مشروع قانون المالية 2013. وأوضحت النهار أنه تقرر منح 40 مليون لكل حزب عن كل مقعد من مجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، وأن مشروع قانون المالية منح تخفيضا يقدر ب100,000 دينار لكل امرأة منتخبة في إحدى الغرفتين، قبل أن تضيف الصحيفة أنه طبقا لمشروع القانون فإن 27 حزبا سياسيا فازوا في انتخابات المجلس الشعبي الوطني في 10 من مايو المنصرم من أصل 46 حزبا معتمد سيستفيدون من هذه الإعانات، وأن حزب جبهة التحرير الوطني يعد المستفيد الأول من مشروع هذا القانون.